بسم الله ما شاء الله. اليوم بسوي شغلة جديدة، يعني ممكن نقول جديدة، اللي هي حمص العدس. حتجمع حمص العدس، فبسوي حمص ولكن ما راح استخدم الحمص، بستخدم العدس. طبعا المكونات نفس مكونات الحمص، اللي هي طحينة، زيت زيتون وليمون وثوم، واكيد طبعا نحتاج ثلج وملح. أول خطوة بنسلق العدس بدون نقع، بس بغسل واسلقه. الحمص كنا نسلقه ننقعه لمدة يوم، أحيانا نحط معه بيكربونات، وبعدين نسلقه لمدة ساعة، وبعدين نبرد. هذه الشغلة كلها بنختصرها ب10 دقائق. نسلق العدس لمدة 10 دقائق بالقدر الكهربائي، وبعدين نبرده ونسوي الحمص. يعني شغلة الحمص كلها ما تاخذ معنا وقت. أول خطوة غسلت العدس وبسلقه. طبعا أحط عليه ماء مغلي، بس ما راح أكثر الماء. شوفوا شلون. طبعا لو بسوي عدس اللي ياكل بالخبز العادي، لازم أضيف ماء كثير لأنه يشرب ماء. الآن لا، بحاول قد ما أقدر إني إذا فكيته بعد 10 دقائق يصير ما فيه ماء أبد، تمام، عشان يصير ثقيل معي. فأنا بنعطيه رز وننقص 10 دقائق. ممتاز. الله على الريحة، ما شاء الله تبارك. شفتوا شلون؟ أعطى ملعقة. بسم الله. شوفوا شلون كذا. هذا اللي أنا أبي. استوى العدس ولا فيه ماء. ميزته إنه أي طاحونة عندك ممكن تسويه، لكن الحمص لا، يبي طاحونة قوية بالمرة. هذا لا، خلاص مستوي. شوفوا حطيت الثلج، بس بجرش الثلج شوي. هنا في خيار. لا، حلو. الحين خلاص. ملعقة. ايوه، بنزل. شوف شلون حطيته بالفريزر لحد ما برد، والافضل انه يكون بارد بقوة، يعني درجة التجمد تقريبا. يعني بنحاول نخلي شغلنا كله على البارد. تمام. احط عليه شوي زيت زيتون. طيب، وعصير الليمون، او ممكن تحط ملح ليمون اللي يريحك. بسم الله. بحط الملح والطحينة بالتدريج. شوفوا كل ما له يثقل ويصير لونه فاتح. نسينا الثوم، أهم شيء. طبعا الثوم حاولت أهرسه لأنه ما راح ينطحن، لأن ما نحتاج نطحن العدس بشكل كبير، فما راح ما راح لو خليناه ما انطحن زين. فهرسته كذا عشان خلاص بس ينخلط معه. ولا عادة بالحمص نحط الثوم على عدله. شوف الحين جاهز. مجرد بس ان نحطه بالثلاجة لحد ما يبرد ساعة كذا، بس يطلع معك أحلى حمص. شرط قدمه ولا حد يدري إنه عدس.
يوكل على انه حمص. هذا واحد. الشيء الثاني، في ناس ما يقبل الحمص او عنده مثلا حساسية مثلا او ما يحب الحمص، يقدر يسويه من العدس، وترى لذيذ بالمرة. ممتاز. يلا من فضلك شوف شلون قرمش. بسم الله. ما بدك تجهز هذه الا اللي بعدها جاهزة. سكر. يلا يا صاروخ كمل. زين بالبابريكا شوي بس ماء. هالشكل. كل ما طول بالثلاجة خليته مثلا إلى بكرة يتماسك أكثر ويزين أكثر. تبين بنكهة الثوم بعد شوي، أعطيه زيت زيتون بس. وبالعافية. يجيك الخبز من التنور مباشرة. ما شاء الله تبارك الله. قرمشة. بسم الله. تديها أحلى حمص ما هو بحمص. يلا جربوه وادعوا لي، ترى جميل بالمرة وتحضيره سهل جدا جدا ولذيذ. أبد أنا أقول شرط قدمه، يعني من النادر أتوقع اللي بيدري إنه ما بحب. الخبز يا جماعة ترى تقدرون تسوونه بأي فرن بأي خبازة. هي قاعدة إذا مشيت عليها وحققتها بيطلع لك خبز جميل ولذيذ. أهم شيء الحرارة. يعني إذا عندك فرن البيت شغله خليه يحتمي بالمرة وسوي خبز فيه. عندك خبازة لا تشغله على طول تخبز، لا اتركها خلها تحتمي. نفس الكلام أي فرن ثاني. في طرق يعني مثل فرن البيت الأفضل يكون فيه حجر عندك تحطه وتخليه يحتمي بالمرة، بعدين تطلع الحجر وتخبز عليه، أو عندك صينية تكون سميكة. ففي طرق كثيرة للخبز. عموما قناتي باليوتيوب به طرق خبز كثيرة بالمرة، من ضمنه اللي هو الخبز فرن البيت. أبى أبحث عنه الآن وأرفقه لكم مع الفيديو. بس ارفع الشاشة وروح شوف، سوينا أكثر يمكن 3 أو 4 أنواع خبز كلها في فرن البيت وطلعت جميلة جدا.